السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة ان شاء الله هنعمل مع بعض القلقاس بالصلصة الحمراء، يعني بالطماطم. اول حاجة ازاي تقشري القلقاس بكل حذر علشان ما تضطريش تغسليه ولا تحط عليه مية، ويستحسن ان انت ما تحطيش عليه مية ابدا. هنبدأ نقشره بالشكل ده زي البطاطس بالظبط، اكنك بتقشري بطاطس. كده بقى النص المتقشر اكبر من النص اللي فيه قشرة. هتبدأي بقى تنضفي ايدك بمنديل كويس بالشكل ده كده، وتقلبي القلقاسه، تمسكيها من الناحيه المتقشره، تمسكيها جامد عشان ما تتزحلقش من ايدك وتتعوري. بعد كده تكملي تقشير القلقاس. نبدا بقى نشيل الحاجات اللي لسه موجوده كده، نحطه كده بالمنديل. هتنضفي السكينه بتاعتك وتنضفي ايدك قبل ما تبداي تقطعيه. تبداي بقى تشيلي لو في اي زيادات عايزه تتقشر بتشيليها. نبدا بقى نقطعه. اهم حاجه ان انت بتقشري تقشري بحرص علشان ما تغسليهوش. نبدأ بقى نقطعه صوابع، والصوابع هنقطعها لمكعبات، يعني حاول ان هما يكونوا متساويين عشان التسوية. انا بحب اضيف معاه بطاطس، مكعبات بطاطس. لو انت مش عايزة تضيفي المكعبات البطاطس براحتك، تعملي قلقاس بس. اهي هيبقى بالشكل ده كده، كل الكمية هتعملها بنفس الشكل. هنحط الزيت بتاعنا يسخن على النار. القلقاس بتاعي ناشف خالص، محطيتش عليه مية خالص. معانا ليمونة هنبدأ نعصرها على القلقاس قبل ما نحمره. بتقلبيه بالشكل ده كده عشان تضمني ان الليمون راح لكل القلقاس. هنقول بسم الله ونفرده في الطاسة بتاعتنا، يبقى واحدة جنب واحدة، ما تحطوهوش كوم على بعض، عشان كده لو حطيتيه كوم على بعض هيتحمر من ناحية وناحية. لا، لما تيجي تطبخيه الناحية اللي ما اتحمرتش بتتهري. فهو المفروض يبقى واحدة جنب واحدة، وتبداي تقلبيه زيه زي البطاطس المتحمرة بالظبط. هو بياخدش لون جامد قوي زي البطاطس ولا حاجة، بلونه بس بيبقى لونه مصفر كده شوية، وهتلاقيه ناشف معاكي. وانت بتخرجيه كده هتلاقيه ليه صوت ناشف كده، يبقى القلقاس بتاعي اتحمر كويس قوي. هتبداي بقى تعملي كل الكميه بتاعتك بنفس الطريقه. معانا حله على النار فيها الماده الدهنيه اللي انت بتفضليها، زيت او سمنه. هنحط معاهم بصلايه كبيره مفرومه، نديها تشويحه. معانا ربع معلقه توم مفروم، هنشوحها مع البصله، ونسيبها لحد ما البصله بتاعتي تدبل شويه. معايا عصير طماطم ومعلقه صلصه كبيره، وملح وفلفل اسود وكمون وكزبره مطحونين. دي البهارات بتاعتي. ونقول بسم الله، نحطهم على البصله والتومه، وهنضيف معاهم مكعبات البطاطس. لو انتي مش حابه البطاطس هتسيب الطماطم تتسبك لوحدها، بعد كده تضيفي لها الشوربه، ولما تاخد غلوه تحطي القلقاس. لكن انا بحب البطاطس فهحطها من الاول عشان تستوي، تاخد حقها في التسويه، لان البطاطس بتغيب شويه عن القلقاس.
القلقاس بيستوي بسرعة. كده اتسبكت البطاطس مع الطماطم. ممكن تحطي شوربة سخنة او مية سخنة. انا عندي شوربة فهضيفها. وهستنى عليها تاخد غلوة قبل ما اضيف القلقاس بتاعي. خلاص غلت معايا. هحط القلقاس اللي انا محمراه مع البطاطس وهسيبهم لحد 3/4 سوا. بعد كده هضيف لهم كزبرة خضراء وشبت. انا كان عندي الخضرة بتاعتي متفرزة، فانا بطلعها من الفريزر احطها على الطبخ على طول، ما استناش لما تفض. ده القلقاس بتاعي. ما تنسوش اللايك والاشتراك وتفعيل الجرس عشان توصلكم مني كل جديد ان شاء الله. بألف هنا وشفا.